صوت كده كويس ابو اسد؟ ايه حبيبي. اسد ابو ايوه فهد. يا ابو خالد تمام. مظبوط كويس. تفضل. طبعا القلوب اليوم الاتحاديه، طبعا ما يعني انا اليوم عجبتني كلمه قلتها ابو فهد في بدايه الكلام، انه الاتحاد ما هي المساله مساله خساره بطولات، ولكن انك تخسر هيبتك، تخسر مكانتك التنافسيه والبطوليه، تخسر شخصيتك اللي كفريق عريق وفريق بطل الى قبل 10 اشهر. تخيل الاتحاد الى قبل 10 اشهر هو سيد الساحه السعوديه في كافه منافساتها الكبرى، دوري وكاس. تخيل يعني مش سهل انك يعني في معادله كره القدم انك انت تخسر، ومعادله كره القدم انك انت قد تخسر بطوله او من ناحيه هذه البطولات، لكن ان تنهار بهذا الشكل الفاضح الكارثي الكبير الذي ظهر من اول اسبوع من تولي هذه الاداره. هذه نقطه اخر السطر، لكن خلينا نبدا من اول السطر، اللي النقطه اللي اتكلم فيها الاخ عمرو، وهي نقطه مهمه جدا. شله التضليل للاسف اللي قادت المدرج الاتحادي او الجمهور الاتحادي بشكل عام، وقامت بحمله قذره في صيف الموسم الماضي. الحمله في شكلها حمله ترشيح، ولكن في مضمونها حمله اساءات وتشهير، و يعني عمل قذر جدا اللي كان فيه السعي لهم ان هم يعني يكرسوا عند المشجع الاتحادي مدى يعني اهميه هذا الرئيس الدكتور المهندس اللواء طيار العقيد، اللي يحب الالقاب ذي، انا دائما اكرر هذه. رجل منتفخ متغطرس فارغ اداريا. هو انا ارجع واقول قناعتي فيه، هو رجل تنفيذي. خذ هذا المخطط، هذا ونفذ. اما انك تقود ادارتين في نادي الاتحاد، فاليوم وضح الجهل اصلا في من تبنى فكره ان يقودوا رعاع ممن يعتقدوا نفسهم انهم هم خوابير من خوابير الساحات الاتحاديه او هذه حقيقه. لانه التسويف البطولي اللي قاموا به في فتره الصيف عمل غير محترم، عمل لا يمت على اي منافسه في انتخابات. لما تبغى تقدم مرشحك قدموا بافضليته، قدموا بخبراته بمميزاته، قدموا وليس على الاساءه للاخرين. وانتم تعرفون ايش اقصد. اللي صار مع انمار وكاكي، وانا اقول هذا الكلام ليس اني عندي رغبه انهم يرجعوا ولا ما يرجعوا، ولا اعرف ان عندهم رغبه ولا ما عندهم رغبه، لكن ارجع للبدايات. الشله ذولك شله الهارب، شله التامين، اللي اليوم انكفوا على وجههم وعادوا الى جحورهم بشكل لئيم، مدلولين مكسورين، خوفا على انفسهم وخوفا على سنديهم، وليس خوفا على الاتحاد. حتى مقاومتهم طول الايام اللي راحت وكنا نحن نسكت نقول خلي مصلحه الاتحاد تمشي، يلا البطوله ذي راحت، الدوري بعدنا، لا نقرب من الكاس يطلعنا الخلود، شويه يطلع لك تطلع من الفريق الياباني في ارضك وبين جمهورك، وتستنجد باللاعبين القدامى حتى يرمموا ما قمت بتدميره انت وشلتك التي شالتك على كتافها ووضعتك في هذا الكرسي. مؤسف حقيقة أن يكون في رئيس لنادي الاتحاد يأتي على أكتاف خوامير، يأتي على أكتاف مشجعين، يأتي بلا وعي. وأنا ما استغربها أصلا، لأنه هو فكر نفس الهارب اللي استخدمه في البدايات. للأسف حدث تضليل وتغرير بجماهير الاتحاد لتقديم هذا الرئيس. ورجعت أقول أتذكر الكلام اللي كنت أتكلمه في الصيف، لا يمكن لمن له خبرة سنة أن يقود نادي عمره 100 سنة. لا يمكن. رجل من الظل من لا شيء
ثم إلى فرضه فرضا على 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 جماهير الاتحاد بدعايات مضللة أشبه بدعايات الحروب، دعايات الصحاف اللي يتذكر الصحاف ذا في أيام حرب الخليج وشيء. تعاملوا بأسلوب مسيء جدا بحق الاتحاد، كانوا يتطاولون حتى من القلة اللي كانت عندها وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرهم. للأسف دمروا الاتحاد اليوم. في خلال 10 أشهر الاتحاد نادي منهار وليس نادي مجرد خاسر. الاتحاد لم يخسر بطولات، لأنه هو سنة يفوز سنتين ما يفوز، لكن أين هوية وشخصية الاتحاد؟ تخيل أن تدمر معنويا طوال الموسم وأنت تستخدم معولك اللي المفترض أن تكون مؤتمنا في بناء النادي وفي المحافظة على المكتسبات. أرجع وأكرر كلمة اللي أنا أتذكرها بعد الانتخابات، وإنه خلاص هو اللي صار انسحب الرئيس المرشح المنافس عفوا واستلم. إذن المعادلة أنت استلمت فريق بطل، سلموا للجمهور الاتحاد فريق بطل، زي ما استلمتوا فريق بطل مميز بأرقامه بلاعبيه بنجومه باستقراره بغرفة ملابسه ذات الطاقة الإيجابية بالتقارب بالتفاهم ما بين اللاعبين أنفسهم وما بين اللاعبين ومدربهم والجهاز الفني وما بين اللاعبين والجهاز الفني والجمهور. هذا اللي يؤلم اليوم المشجع الاتحادي، إنه أنا إلى شهور قريبة أنا كنت الأعلى كعبا، أنا كنت الأفضل أداء ومتعة وأرقاما، أنا كان عندي فريق منظومة، لكن قاتل الله الشخصنة وتصفية الحسابات التي بدأت بنزيما وانتهت إلى هذا الحال. إيش في أكبر من كارثة أن تتخذ قرار بالتخلي عن بنزيما بعيدا عن صحته وعدم صحته، لكن الأسلوب، أنا أرجع أقول بنزيما ليس أكبر من الاتحاد، بنزيما ما ليس فرضا يستمر في الاتحاد، ولكن ذاك الأسلوب والتوقيت. أنت في نص موسم تتخلى عن قائدك، تخلى عن واحد هو أطلق من كان سبب في تحقيق الاتحاد البطولة الدوري والكاس. تتفق تختلف عن بنزيما، كان هو ليه؟ لأنه منح المشورة ومنح راية الاستقرار وراية القيادة كلها، ثم يصدر لنا هذا الرئيس، واتكلم اليوم أنا بصوت اتحادي وليس بصوت إعلامي فقط، يصدر لنا هذا الرئيس مندوبا، أنا أقول مندوب لتصفية الحسابات كانت مع بنزيما، وكانت هي من أولى المستهدفات في الخطة أو في البرنامج الانتخابي المخفي أن يبدأ بهذا التصفية هذا الرأس. والأسوأ أنهم لم يجيدوا التعامل مع المشكلة الأبسط اللي هي كانتي، التي أدت إلى الكارثة اللي اليوم إحنا نشوفها في الفريق. أنا في وجهة نظري تأثير رحيل كانتي أكثر من بنزيما، ولكن لا يليق بالاتحاد كان ذاك الأسلوب اللي استخدم مع واحد من أفضل أساطير العالم، وهو إلى 2-3 كان محقق لك الدوري والكاس. لما أنت تحاول أن تدفع قائدك وتحاول أن تدفع وأهم محور من محاور العالم مثل كانتي، إذا أنت اليوم مو عاجبك هو في منتخب فرنسا، إذا مو عاجبك شوف هو يسوي مع منتخب فرنسا إلى اليوم، وأنت تحاول أن تدفع هؤلاء القطبين الكبيرين في نادي الاتحاد إلى الخروج من الباب الصغير. ليه؟ عشان توفر ميزانيتك التي جاءت على حساب فريق بطل في الوقت اللي كان من المفترض أنك أنت تحافظ وتبذل أكثر للحفاظ على هذا الفريق. تخيل الكارثية فين؟ راح شال بنزيما عشان نرجع الفترة الشتوية نشوف العمل الإداري الكارثي هذا اللي بدأ من أول شيلة بلان
الى احضار كوينسا ساو، وتعمد مباشر انهم يحضروا كوينسا ساو لسبب واحد من بين 3 مدربين: ان يكون هو السلاح الذي يبدأ به في تصفية بنزيما وغيره من اللاعبين، وإنهاء الشلة الفرنسية اللي يسمونها الشلة الفرنسية، شلة خوابير الهم. الشلة الفرنسية هذه اللي حصدت الدوري والكاس بأرقام مميزة، لتفتيت هذه الشلة الفرنسية حتى يمكن السيطرة على الفريق. أنا أول مرة أشوف واحد بيسيطر على فريق بطل، ما هو فريق متمرد مثلا. فجابوا هذا المدرب المغرور المتغطرس المهرج من أول يوم، مهرج إلى اليوم. مدرب جاء لتسميم غرفة الملابس، وللأسف نجح. الإدارة وقفت متفرجة على كل مشكلة التي بدأت بالعبود، ولم تستطع حلها إلا قبل شهر، بعد تدخل اللاعبين، بعد حلحلة أمور كثيرة. الآن البعض يا أبو خالد بالبرامج قاعد يرمي على بلانس وإنه هو ما علينا دحين، خلي بلانس ما في مندوب الغفلة هو اللي قاعد يكتب عنه كل يوم. لا غيره. ما علينا، أنا ما علي فيه، اللي هم يقولوا براحتهم ما علي. لكن لا يمكن أحد إنه يزحزحنا عن رأينا اللي كان من البداية في هذه الإدارة. أنا أقول لك، أنا ما بدخل في موضوع رامون وبلانيس على بناء على حديث الرئيس اللي كان في رمضان مع الإعلاميين، حفند كلامه كلمة وكل الذين يقفون معه اليوم تبرينا ورمي المسؤولية على رامون. حتكلم اليوم بأشياء تفاصيل عشان إيه لا أحد يكثر علينا يعني. شفت؟ فالنقطة خلينا أكملها بس هذه، إنه تخيل إنك أنت تسرح مثلا بنزيما ورحت تعاقد لي مع النصيري واللاعب ذا اللي دوبه دخل في آخر الشوط، نسيت اسمه، 2 مهاجمين. ولا النصيري أصلا صفقة يعني فوق بيعة كانتي. طيب ماشي، طيب وانت وعجزت أن تحضر لاعب محور. تخيل إنه الفريق قاعد يلعب براسين حربة أو مهاجمين محسوبين عليك في المحلية ولا في الآسيوية، وانت ما عندك لاعب محور. انت تبغى تتخلص من واحد من اهم محاور العالم، وتتخلص من ازعاج وكيله زي ما تبرر، ولكن ازعاج فقرك وقلة حيلتك حتى في المعارج الإدارية. رغم انه هو كان في الاجتماع ذاك يقول لا، الاتحاد نادي غني. على كلامه يجب ان تعبروا عن غنى نادي الاتحاد. ما يدري ان الفقر جاء على يده في الاتحاد. فهو تخيل انت فريقك انهار بسبب هذا العمق المهتري صراحة، بسبب سوء الإداري في إنهاء صفقة لاعب صربي أو حاجة زي كذا تأخروا فيها، وهو يقول لي أنا نادي غني ليه ما انهيت الإجراءات الإدارية المالية؟ اللاعب لما شافهم تأخروا عليه قال لهم أنتوا خلاص ما أبغى، قبل نهاية فترة الانتقالات بيوم، أنتم متأخرين عليه لكم أسبوع، لأنه إيش؟ عندكم متأخرات مالية أو ما عندكم قدرة مالية إنك أنت تنهي الصفقة. طيب كذا اندمر الفريق فنيا مع مدرب مهرج. هياخذ مدرب كل مباراة يغير لك تشكيلة، كل مرة يغير لك لاعب، كل مرة يحطم لك لاعب لين تفتت الفريق معنويا. ترى حضور محمد نور ومنتشري هذا عمل بطولي منهم، لأنهم من الداخل وجدوا الدنيا منهارة. تخيل لاعبين على حسب المعلومات انه اللاعبين الى ما قبل حضور محمد نور وش اسمه حمد المنتشري وحمد المنتشري اللعيبه ينتظروا خارج التمرين ب5 دقائق يدخلون، قبلها ب5 دقائق يدخلون. ما في أي علاقة بين اللاعبين وبين المدرب. إلى ما تم ترميم هذه الجزئية وتقريب
وجهات النظر ومعالجة هذا، وكثر الله خيرهم. ترى اللاعبين اللي قاعد يقدمون هذا والله كثر الله خيرهم، حلاوة الروح ذي اللي قاعد يسوونها هذا يعني يشكرون عليه. فريق بطل تم تدمير منظومته تدريجيا، كثر الله خيره انه هو يصمد الى الان. يا رجل الان اليوم الاتحادي خايف من 5-6 مباريات المتبقية في الدوري أن يتراجع الفريق إلى درجات كارثية في سلم الترتيب.